السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا اخواتي؟ وحشتوني والله. كنت قايل لكم الفترة اللي فاتت، من كام كان من كام اسبوع كده اني آه اني يعني هوقف الفترة ديت، عشان الامتحانات وكده. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم معاناة الطالب الازهري. آه، على رأي يعني ما بيقولوا أمه كده. ادي قدامكم هي الرياضيات البحتة. لان انا طالب تانية ثانوي علمي ازهري. اتمنى اكون بشارك معاكم اللحظة وروتيني اليومي في المذاكرة، من الساعة 2 الى الساعة 7. 5 ساعات في فرم البحتة. مش كلها يعني، عشان ابقى صريح معاكم. ده بعض الدروس كده بس اللي كنتش خلصتها يعني، وبخلصك مني كنت مراكم. فيعني الحمد لله، الواحد بيشد حيله وكده. واللي ربنا يقدرنا عليه بنعمله. اهم حاجة ان انت تعمل اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا، بإذن الله يوفقك. وكنت يعني ما كنتش بنزل لكم الفيديوهات الكوميدي، عشان كده يعني. ودي هنا معانا، أنا كنت بصلي المغرب عشان كان فاتني، آه، والعشاء، وبكمل تاني هوت. فا جدعان والله العملية ايه صعبة شوية، لأن الامتحانات بتاعتنا زي ما انتوا عارفين يوم 22. اتقدمت يومين، كانت 20. الجدول نزل قال 22. ولو انتوا عايزين الجدول اكتبوا لي تحت في التعليقات، وهسيبه لكم في صندوق الوصف بإذن الله. أهم حاجة إن احنا نكون اخوات. وكل اللي هما تانية ثانوي علمي في الأزهر يشرفونا تحت في الكومنتات، كل واحد يعرفنا بنفسه. عايزين نشارك مع بعض لحظات الروتين اليومي بتاعنا في المذاكرة زي ما انتوا شايفين كده. ولو في أي سؤال أو أي حاجة حد يقولها لي يكتبها لي في التعليقات، أنا برد يعني على التعليقات بإذن الله. وإن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله لما نخلص امتحانات وربنا يكرمنا بإذن الله، هبقى أنزل لكم في تكملة المحتوى الكوميدي بإذن الله. تشوفوا حاجة قوية بإذن الله، بإذن الله يعني. و... وزي ما انتوا شايفين كده اهوت، المستر لطفي زهران الله يبارك له يعني، عامل شغل معانا كويس. افضل يعني حد ارشحه لكم له في الرياضة، كويس جدا. وكنت معاه في اللوغاريتمات النهارده، كنت ما لسه ما خلصتش اللوغاريتمات، ولسه هعمل الاتصال، درس الاتصال اخر درس في التفاضل. يبقى انا كده ختمت البحث باذن الله. ويبقى فاضل لي كمان شويه كده كمان في التطبيقيه عشان نبدا في المراجعات. لان زي ما انتوا عارفين ان الازهر امتحاناتهم قريبة جدا عن العام. فهو ده العائق الوحيد قدام كل طالب ازهري. فيا ريت اي طالب ازهري بيعاني زي ما انا بعاني والله يعني، معاناة جديدة، ينزل يكتب لي في الكومنتات تحت. ولو حابين اي فكرة مشاركة تاني او تحدي مذاكرة بالساعات كتير اكتبوا لي تحت برضو. ولو حابين ان اعمل قناة تانية لوحدها خاصة بالمذاكرة والروتين اليومي في المذاكرة، اكتبوا لي برضو تحت. وانا باذن الله هحاول باذن الله يعني ان انا هقدر اقدم لكم حاجة كويسة يعني باذن الله. الفيديو ده بس كده يعني، على السريع. لكن باذن الله لو انتوا طالبين قناة تانية للمذاكرة يعني وكده، فأنا بإذن الله تحت أمركم. و... ونساعد برضو اخواتنا اللي قدنا في تانية ثانوي، وعايزين نكون اخوات وصحاب وكده. وبإذن الله بإذن الله ربنا يوفقنا، وإن كل واحد يحقق اللي نفسه فيه يا رب بإذن الله. كل حاجة بتيجي بالتعب وبالمجهود بإذن الله. آه فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لغيرك وغيرك يستفاد.
يتعلم يعني غيرك يستفاد ازاي، اللي هو مثلا ايه يتشجع، يلاقي مثلا شخص مثلا او ما يعني واحد من دوره بيذاكر وكده فيشجعه، واحنا نشجع بعض يعني زي ما انا قلت لكم في الاول. نكون يعني قريبين من بعض جدا. ولو حد عايز اي حاجة اكتبها في المنتدى بتاع القناة بإذن الله انا نرد عليه بإذن الله. و وكنت زي ما انتوا شايفين قدام اهوت، انا كنت بسمع الفيديو يعني ده شرح، بسمع وبكتب الحاجات اللي هي المهمة. وادي الساعة هي قدامكم الوقت اهو. والعملية والله العظيم يا جماعة صعبة شوية، لأني في ضغط شديد، لأني مثلا المواد بتاعة العام شوية صغيرين والامتحانات بتاعتهم متأخرة. بس المفروض يكون العكس بصراحة، يعني المفروض تكون امتحانات العام هي اللي يوم 22، واحنا امتحاناتنا احنا مثلا في نص واحد او في كده يعني. لكن في اختلاف تماما. وده بيسبب إعاقة كبيرة بالنسبة لينا لطلاب الأزهر حبايبنا واخواتي. وربنا يعيننا بإذن الله. وعايزكم تكتبوا لي تحت في التعليقات خلصتوا كام مادة وفاضل لكم كام مادة، وراجعتم ولا لسه، وبدأتم في المراجعات ولا لأ. و... وكل واحد يكتب اسمه ونتعرف على بعض وكده. نبقى اخوات يعني وكده. ولو عايزتم كمان قناة تانية نعمل فيها ننزل عليها يعني فيديوهات روتين يومي في المذاكرة، نشجع بعض على المذاكرة وكده، فاكتبوا لي تحت وانا بإذن الله هرد عليكم، وهسيبكم بقية الفيديو بإذن الله. وما تنسوناش برضو من كلمة تحفيزية في التعليقات. وكان معكم أخوكم في الله عبد الرحمن محمد. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكملوا للآخر. ممكن يكون تحفيز ليكم يعني وكده. بإذن الله لو انتوا راضيين عن المحتوى دوت وكده، وهلاقي مثلا منكم تشجيع بإذن الله، فبإذن الله هتشجع أكتر وهعمل قناة تانية خاصة بال بالروتين اليومي في المذاكرة بإذن الله. ولو في أي سؤال أو استفسار عن أي حاجة مثلا في المذاكرة أو كده، أو تعوزوا مني فيديو تاني، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وأنا هرد عليكم بإذن الله. وعايزكم تخشوا على قناة عندي تشوفوا الفيديوهات الكوميدي اللي كنت بعملها وتقيموها، مثلا تشوفوا ايه اللي ناقص فيها، إيه اللي انا محتاج ازوده عشان اقدر ان انا اطور من نفسي يعني. تبقوا ما عملتم فيه خير. آه، الجدول قدامكم اهوت بتاع الازهر. كان نزل اول امبارح تقريبا، او بيني تقريبا امبارح. آه، كويس يعني نسبيا، هو كويس يعني. هو مثلا جايب لنا مثلا التفسير مع الكيمياء ومادتين صعبين في يوم واحد، وجاي يجيب لنا مثلا القرآن مع الفيزياء. ف فالقرآن سهل، والفيزياء مثلا كويس شوية. أو جايب توحيد مثلا مع تقريبا نحو، مادتين سهلين. كان المفروض يجيب مثلا التوحيد مثلا مع الكيمياء، أو مثلا مادة تانية مثلا جايب الإنجليزي مع التربية الفنية، كان يجيب التربية الفنية مثلا مع الكيمياء أو مع الفيزياء. وجايب لنا أدب ومطالعة ونصوص وأحياء في يوم واحد برضو، يعني مش كويسين برضو الأدب والمطالعة والنصوص. آه عايزكم برضو تكتبوا لي رأيكم في التعليقات عن الجدول. وبإذن الله هسيبه لكم في الوصف برضو، عشان يعني لو محدش عارف ياخده من على الشاشة. وما تنسوش تصلوا على النبي. زين النبي صلاة. طب صلى على النبي كمان مرة. زين النبي صلاة.
صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله لو انتم راضين عن كده، يعني ممكن افتح لكم بث مباشر نبقى نقدر نكلم بعض فيه. لو راضين عن كده برضو اكتبوا لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.